فبالتالي ما عندكش اي حجة للحل الكتير. ولكن في الاول وفي الاخر هو اختيارك، انت اللي تختار هتتابع مع مين وبتفهم من مين. طب ودلوقتي وانت بتحل وقف معاك مثلا سؤال 2 3، المستر اللي انت بتتابع معاه سواء كان اونلاين او سنتر ما بيحلش الكتاب اللي انت بتذاكر منه. اشتري كام كتاب في الفيزياء وايه افضل الكتب اللي اشتريها؟ ويلكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تذاكر فيزياء صح من اول السنة. طبعا كلنا سمعنا عن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2024 وقد ايه كان صعب وما يتحلش، وكان امتحان معقد جدا، يعني بالنسبة لاخر 5 سنين كان اصعب امتحان. طب هنعمل ايه مريم من اول السنة؟ ده اللي هقوله لك في الفيديو ده. ولكن قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وجوين جروب التليجرام اللي هنزلك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن والتعليق المثبت، وبرضه تعملي فولو على الانستجرام اللي هحط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن والتعليق المثبت. ويلا بينا ندخل الفيديو. اول حاجه هنتكلم عنها في الفيديو وهي تسمع مين في الفيزياء او تتابع مع مين من اول السنه. هحكي تجربتي الشخصيه سريعا في الفيزياء وبعدين هقولك تعمل ايه. بالمناسبه انا نقصت 4 درجات بس في الفيزياء في امتحان اخر السنه. اول حاجه انا كنت باخد مع مستر محمود مجدي في الفيزياء من اول السنه لاخر السنه. طبعا انا جربت المدرسين التانيين وشرحهم كويس جدا والله وفي كتير بيفهم منهم، ولكن انا بالنسبه لي كان اقرب حد بيوصل لي المعلومه وبفهم منه هو مستر محمود مجدي. كان بيحل المساله بطريقه مبسطه وكان طلع لي عقدتي، بدل ما كنت معتقد ان انا مثلا بكره الفيزيكس انا كنت بكره الماس، وخلاني احب الفيزياء وبعرف احلها بطريقه مبسطه جدا، بيشرح المساله وبيطلع لك من المعطيات الاجابه. ولكن انا كان عندي عيب صغير جدا في حوار الفيزياء اونلاين. انا بالنسبه لي علشان افهم مساله فيزياء كنت محتاجه حد قدامي فيس تو فيس بيشرح لي المساله دي جت ازاي، رقم 9 في المساله ده جت ازاي، ليه عملنا الخطوه دي الاول قبل الخطوه دي. فكان بالنسبه لي اونلاين مش هيوفر لي الحته دي. حتى لو انا بعت السؤال اللي انا مش فاهماه للاسيستنت على جروب التليجرام وجاوبنا عليه انا مش هفهمه، انا عايزه حد قدامي يشرح لي بتفصيل ممل، ما فهمتش يشرحها لي تاني. فكنت جايبه مستر برايفت في البيت بيجي لي مره كل اسبوع، وكنت بكون مجمعه له كل الاسئله اللي انا حاسه ان انا مش فاهماها او مش عارفه الخطوه دي جت ازاي، وكان هو بيشرحها لي. هو كان عارف اصلا ان انا باخد اونلاين وان انا يعني كنت باخد عنده علشان بس يحل لي المسائل دي، فما كنتش محتاجاه اكتر من حصه في الاسبوع، والحصه دي اصلا كانت بسعر كليتي، فكفايه انه كان بيجي لي حصه واحده في الاسبوع. العيب الوحيد في الاونلاين ان انا كنت شايفه ان لما يقف عندي سؤال انا مش قادره اتناقش مع المستر انه يحل لي السؤال ده ازاي والرقم ده جه منين والتسعة دي جت منين والكلام ده كله. فكنت بجيب المستر برايفت ده علشان يشرح لي المسائل. ممكن حد تاني بقى بالنسبه له ان الموضوع عادي، هو ممكن يفهم لو حد بعت له فويس، لو بعت مثلا السؤال للاسيستنت في جروب التليجرام فهو يقدر يشرحه له فويس ويفهمه عادي. فهي ممكن تكون مش مشكله لبعض الناس. هقولك دلوقتي ليه تتابع مع مستر محمود مجدي وليه انا اصلا تابعت معاه. اول حاجه قبل ما اشترك مع مستر محمود مجدي طول السنه انا جربت برضو الناس التانية اللي بتشرح على اليوتيوب فيزياء، زي مثلا مستر محمد عبد المعبود ودكتور كورولوس. ولكن انا مستواي في الفيزياء زي اغلبكم، مش بحب الفيزياء ومش خارقه في الفيزياء، بعرف احلها ومش بعرف احلها وبقعد اعيط جنب المساله. فانا كان بالنسبه لي لما سمعت مستر محمود مجدي كان بيحل المساله بطريقه مبسطه جدا جدا، كان من المعطيات بيطلع الإجابة وكان بيحل خطوة بخطوة، وخلاني زي ما قلت لك في أول فيديو أعرف إن مشكلتي في الفيزياء مش في الفيزياء نفسها، أنا مشكلتي رياضية مش في الفيزياء. أنا فهمت الفيزياء منه، ولكن كانت الأجزاء اللي هو ما كنتش بعرف أحلها أو بجيبها على طول كانت جزء الماس اللي أنا مش بعرف أحله. فكان بالنسبه لي مستر محمود مجدي كويس جدا في الفيزياء، لان مثلا في اول حصه وهو بعد ما بيشرح على طول بيجيب لك مساله تتحل، بعد شويه تدريجيا بيجيب لك مساله نص نص ممكن تحلها ممكن ما تحلهاش بس تتحل، في اخر الحصه بيجيب لك سؤال مثلا مستويات عليا بتقدر تحله بناء ان انت فهمت السهل والمتوسط اللي شرحه قبل كده. على العكس بقى مستر مثلا عبد المعبود، انا لما جربت اسمعه في اول السنه كان بيحل المستويات العليا الاول، يعني ما كانش عنده مثلا متوسط مستوى متوسط مستوى سهل ابدا بيه، لا هو كان داخل على طول على المستويات العليا. طبعا اللي هيفهم من مستر محمد عبد المعبود اللي بيحب الماس والفيزيكس واصلا كان شاطر فيها في اولى وتانية وبيحبها، او اللي علم الرياضه عامه، فهم يحبوا مستر محمد عبد المعبود جدا. دكتور كرولوس انا ما تابعتوش كتير على اليوتيوب بامانه، كنت بسمع له بس بعض الاجزاء، هو في الاجزاء اللي انا سمعتها كان شرحه كويس جدا وكان بيشرح المعلومه بطريقه مبسطه. ولكن انا كنت مكتفيه بمستر محمود مجدي فمكنتش بدور بصراحه كتير على حد يشرح لي فيزياء. ولكن في الاول وفي الاخر هو اختيارك، انت اللي تختار هتتابع مع مين وبتفهم من مين، مش عشان قلت لك مثلا انا بفهم من مستر محمود مجدي او مستر محمد عبد المعبود. فانت جرب وشوف، واعتقد ان الشهر اللي فات ده كان كافي جدا انك تجرب المستر ده والمستر ده وتعرف انت بتفهم من مين. ولكن لسه قدامك فرصة برضو تجرب وتشوف هتفهم من مين.
بعد ما قلتيلك كنت بتابع مين في الفيزياء وكنت ماشيه طول السنه ازاي، هقولك دلوقتي افضل نظام مذاكره تذاكر بيه الفيزياء طول السنه. اول حاجه اقولها لك ان الفيزياء محتاجه حل كتير جدا على عكس المواد التانية. المواد التانية برضو عايزه حل، ولكن الفيزياء اكتر ماده محتاج تحل فيها كتير جدا على قد ما تقدر. كل ما تحل كتير كل ما يبقى عندك حصيلة افكار اكبر بكتير، بحيث لو جاء امتحان اخر السنة اي فكرة او دمج فكرتين في بعض فانت اوريدي عديت على فكرة زيها او مشابهة ليها في خلال السنة. طب دلوقتي انت لما تحل هتغلط كتير جدا، اوعى تقلق من الحوار ده. كل ما بتغلط كل ما بتكسب معلومة جديدة وكل ما بيكون عندك حصيلة افكار اكبر في المادة. طب دلوقتي وانا بحل غلطت مثلا في السؤال الثالث في الصفحة الرابعة، هنعلم على رقم الصفحة من تحت كده بلون، والسؤال الثالث هنعلم عليه، ولكن جنب السؤال هنكتب بقلم رصاص خفيف انت غلطت في السؤال ده ليه، كنت تفكر ايه وطلع ايه، بحيث انك لما تيجي تبص للسؤال تاني تفتكر انت غلطت في ايه وما تغلطش تاني في السؤال لو جالك فكرة مشابهة او حاجة. طب دلوقتي وانت بتحل وقف معاك مثلا سؤال 2 3، الماستر اللي انت بتتابع معاه سواء كان اونلاين او سنتر ما بيحلش الكتاب اللي انت بتذاكر منه، هقولك على قناة حرفيا احسن قناة بتحل على اليوتيوب فيزياء، هي قناة الفيزياء والحياة. الماستر اللي فيها بيحل الفيزياء بطريقه مبسطه، بيشرح لك فيها ادق التفاصيل في المساله ودي جت ليه وكتب دي ليه، وممكن يحلها بالطريقه دي لو ما فهمتش بالطريقه دي. فبجد ما شاء الله ربنا يبارك للمستر ده، حل كل حاجه بالتفصيل الممل، مش هيخليك تفكر ثانيه هو كتب ده ليه وما كتبش ده ليه. اي افكار هتيجي في دماغك هو هيقولها في الفيديو انه ما فكرش بالطريقه دي ليه وفكر بالطريقه دي ليه، فبالتالي ما عندكش اي حجه للحل الكتير. فدلوقتي سريعا هقول لكم تذاكروها ازاي. اول حاجه المستر شرح لك الدرس الاول في الفصل الاول النهارده، هتروح البيت هتذاكره من المذكره او من الكتاب اللي معاك، تقراه قراءه سريعه، تحفظ القوانين اللي فيه قانون قانون وتركز عليه من اول السنه عشان لما توصل لاخر السنه ما تكونش القوانين كلها دخلت في بعض، تكون بتثبتها من اول السنه كويس. ويا ريت لو تجيب ورقه خارجيه وتكتب فيها القوانين دي وتلزقها عندك في الاوضه وانت رايح وانت جاي، تبص عليها وتحفظها بطريقه اسرع. بعد كده هتروح تحل الاسئله اللي موجوده على الدرس كله، ايا يكن بقى 50 سؤال 100 سؤال هتحلهم كلهم، ما تسيبش ولا سؤال، سواء كانت MCQ او مقالي تحل الاثنين. ما فهمتش هتفتح قناه اليوتيوب بتاعه الفيزياء والحياه، تشوف السؤال اللي انت مش فاهمه وتشوف حله ايه وتعلم عليه عشان لما تيجي تراجع تاني تبقى عارف انك كنت غلطت فيه قبل كده ومتغلطش فيه تاني. واوعوا تراكموا حاجه في الفيزياء، بجد اوعوا تراكموا فيزياء، اوعوا تراكموا فيزياء، لان الفيزياء قوانين هتدخل في بعضها والمسائل هتحس ان هي بدات تصعب تدريجيا، وبالتالي هتنسى كل حاجه وتحس كل السلوك دخل في بعضها. فانت من اول السنه خليك مسيستم نفسك كده انك تحاول ما تراكمش في الماده دي بالذات، وخلي مثلا بعد اول 3-4 شهور في السنه، يعني مثلا خلي 8 و9 و10 و11 ذاكر فيزياء كل يوم عادي او يوم ويوم او حسب مثلا اليوم اللي بتروح في الدرس او كده، ولكن من اول شهر 12 مثلا كل يوم خصص نص ساعة تحل فيها فيزياء على طول، بحيث انك ما تنساهاش، انها تكون دخلت مثلا على نص المنهج بدأ المنهج يكبر شوية فانت تخصص نص ساعة كل يوم تحل فيها فيزياء، دي هتبقى تذكرة سريعة للمادة وهتخليها تثبت في دماغك اكتر وما تنساش القوانين وتبقى سهلة معاك طول السنة. اشتري كم كتاب في الفيزياء وايه افضل الكتب اللي اشتريها؟ طبعا دي كتبي في ثانويه عامه بتاعه الفيزياء بس، هرشح لك دلوقتي تشتري منهم ايه وما تشتريش ايه. اول حاجه في بدايه السنه انا اشتريت كتاب الامتحان في الشرح والاسئله، بالنسبه للشرح فهو كويس جدا وكاتب كل المنهج بتاع الوزاره ومش معقد ولا في حاجه زياده، وبالنسبه لكتاب الاسئله فهو كان كويس جدا وفي اسئله كتير وفي جميع المستويات. هوريكم مثلا انا كنت بحل ازاي، ده الحل بتاعي. وبالنسبه لباقي الكتب الكتير اللي معايا فانا كان معايا كتب مستر محمود مجدي، زي ما قلت لكم انا مشتركه في المنصه معاه وكنت شاريه كل المذكرات اللي بينزلها لكل فصل، زي مثلا الفصل الاول ده كان حرفيا كل اللي بيقوله مكتوب في قلب المذكره بتاعته. ولكن دلوقتي انا لو هرشح لك كتاب واحد بس تجيبه وتحل طول السنه وبحيث انك تدخل امتحان 2025 ان شاء الله تلاقي كل الافكار اللي حلتها موجوده في الامتحان، فهو كتاب التفوق. لو جينا نبص على امتحان 2024 في الفيزياء واللي كان اصعب امتحان على مر ال5 سنين اللي فاتوا، وجينا نبص على كتاب التفوق بتاع السنه اللي فاتت، فكانت اغلب الافكار موجوده في امتحان اخر السنه، ولكن السنه دي هو زود على الحوار ده وجاب كل افكار امتحان 2024 في قلب الكتاب عنده، بلس ان كل الكتاب من جوه رسومات. لو جينا نبص على امتحان 2024 في الفيزياء فكان كله رسومات، ده هيسهل علينا الامتحان اخر السنه بحيث ان احنا هنكون مرينا على كل الاسئله بكل الافكار. الكتاب متدرج في الاسئله من حيث الصعب للسهل للمتوسط للافكار العليا،
مش سايب برضو الجزء المقالي في الامتحان، كاتب عليه اسئله كويسه ومحترمه جدا. انصحك بشده انك تشتري كتاب التفوق السنه دي. وكمان الكتاب بيجي معاه ملحق الاجابات والتفسيرات، كاتب كل سؤال بالاجابه بتاعته، كاتب بالخطوات بتاعه حل الاجابه. يعني لو جينا نركز هوريهولكوا دلوقتي. وبما ان اخويا في ثانويه عامه السنه دي، فاحنا اوريدي اشترينا له كتاب تاني غير التفوق. ولما جيت اقارن بين الكتاب ده وكتاب التفوق، فبجد والله اكتر كتاب اسئلته قريبه للامتحان واسئلته متدرجه من السهل للصعب، والاسئله فيه عايزه تفكير نوعا ما زي اسئله الامتحان، فهو كان كتاب التفوق. ودلوقتي يعتبر وصلنا لنهايه الفيديو، بس قبل ما نباي باي الفيديو هوريكم الملخصات اللي كنت بعملها واللي هبعتها لكم على جروب التليجرام. انضموا ليه علشان تشوفوا كل الملخصات دي، حلوه جدا وهتسهل عليكم الدنيا ولما فيها القوانين وكل حاجه. ودلوقتي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وانتظروا الفيديوهات الجايه. مع السلامه.